أهلا بيكم في مطبخ سلوى جدة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، رمضان كريم ومبارك عليكم إن شاء الله. النهاردة بقى أنا عاملة وصفة من وصفات الزمن الجميل، وبتتعمل كده يوم غدوة أو يوم ممكن نفطر بيها في رمضان. بتبقى طعمها حلو قوي، ويعني أنا مش عايزة تقولوا إن أنا ببالغ، هي طعمها بيبقى قريب للحمة شوية، بس لو عملتيها بنفس التكات اللي أنا عاملاها بالظبط. يلا بينا بقى نشوف العجة الهايلة دي هتتعمل ازاي. معايا بقى هنا كيلو الا ربع بصل. انا كان عندي بصل ابيض، فرمته طبعا في الكبة، وبس بلاش تبشريه بالمبشرة عشان ما يبقاش ناعم خالص. البصل المفروم العادي اللي بنطبخ بيه، وحطيته بقى في الوك. زي ما انتوا عارفين الخطوة اللي انا بعملها ان انا الاول بحطه من غير مادة دهنية عشان نتخلص من الروايح اللي مش مستحبة في البصل. ونزلت عليه بعد كده بحبة زيت، زيت نباتي. ضروري زيت نباتي يا جماعة، بلاش زيت التموين في الوصفة دي عشان هيغير طعمها خالص. حطيت حوالي تلت كوباية زيت، فدي بتاخد زيت كتير. ونزلت بحوالي كده يعني أقل من نص معلقة فلفل أسود. التكة دي بتدي تست عالي قوي قوي للعجة. تمام. وأقلبه بقى كده شوية. طبعا أنا هتلاقوني مسرعة التصوير لحد ما يعني ايه جيت بقى لقيته ايه لسه بيجرش، يعني ابتدى يصفر زي ما انتم شايفين ولسه بيجرش. نزلت عليه بأقل من ربع كوباية مية، المج العادي بتاعنا بتاع الشاي. حطيت ربع كوباية، أقل من ربع كوباية شوية، عشان البصل يستوي. أنا محتاجاه في الوصفة دي يكون مستوي. فبقلبه بقى كده، طبعا النار يعني أقل من المتوسط شوية، وبقلب على طول. تفضلي تقلبي على طول اكنك بتحمري بصل لاي ايه صنف بنعمله. خد بقى اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بشرت طماطمية متوسطة. بصي ما تحاوليش تجودي في الوصفة دي خالص. اعملي زي ما بقولك بالظبط. طماطمية متوسطة، وبشرتها بالمبشرة العادية بتاعتنا التقليدية. وبقلب بقى برضو كده لحد ما الطماطم تتسبك وتنشف خالص. وما تقلقوش خالص من الخطوة بتاعت المية، البصل هيتشربها وهيبقى عادي جدا. وعايزة اقول لكم ان احنا مش هنحمر البصل، البصل هيبقى اصفر اصفر مكرمل. وانزل بمرقة خضار فورية، مش هتنفع المكعبات في الخطوة دي. اهي زي ما انتوا شفتوا مرقة خضار. انا لا بحط لا مرقة لحمة ولا فراخ، ما بستخدمهمش، هي مرقة الخضار لانها بيبقى فيها توابل بتحلي الوصفة بتاعتنا. وقلب بقى كده شوية. يا جماعة من فضلكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، بجد انا محتاجة دعمكم. واجي بقى كده ايه، اقلب بقى كده شوية. وزي ما قلت لكم انا مش هحمر البصل، خلوه الذهبي الفاتح. شايفين بقى الزيت ظاهر ازاي؟ معنى كده اهي لا فيها صلصة طماطم ولا فيها مية، البصل اتشرب كل حاجة. وانزل بقى معاكي يا تحطي حزمتين بقدونس يا اما حزمتين كزبرة. في الحالتين بتبقى العجة حلوة، بس ما تحطيش الاتنين على بعض، يا ده يا ده. غسلتها وقطعتها حتت رفيعة، واشوحها شوية مع البصل، يعني كام تقليبة كده بساط لحد بس ايه ما يعني كده ايه يتشبعوا من بعض. ما تطوليش، يعني كام تقليبة كده يا جماعة. ها انا مسرعة بس ما غيبتهاش. وانزل بقى بالبيض. انا عامله بيض اللي هو البيتي الصغير ده، عامله 6 بيضات. لو هتعملي البيض السوقي اعملي 5. ونزلت بمعلقه فلفل اسود، معلقه صغيره. الفلفل الاسود ده بيدي تست عالي قوي قوي للعجه. وبعدين هي ما فيهاش توابل الا الفلفل الاسود والمرقه اللي احنا حطيناها بس كده. وقلب بالمعلقه، بلاش بقى نستخدم مضرب بيض ولا الكلام ده. بالمعلقة كده بتتقلب معايا زي الفل.
قلبتهم بقى مع بعض. وعلى فكرة انا حطيت معلقة صغيرة خل عشان ريحة البيض وزفرة البيض. ما تنسيش معلقة صغيرة خل مع البيض. ونزلت ب5 معالق كبار دقيق. اعملي، ما تحاوليش تجودي. لو زودتي الدقيق هتقلب بطعم تاني. اعملي زي ما بقولك بالظبط. 5 معالق دقيق، ونقلب معالق كبار، 5 معالق كبار. ونقلب بقى كله كده مع بعضه. اقلبهم حلو قوي. وانزل بنص كوباية مية. وفي ذرة البيكربونات ما تنسوهاش، شايفينها على طرف المعلقة ذرة. ونزلت بنص كوباية المية، هي شايفين المية هي واضحة قدامكم اهي. واقلب بقى كله حلو قوي قوي. تمام كده. الوصفة دي وصفة ماما ووصفة جدتي. مش قادرة اقول لكم بجد بجد تحفة. طبعا التكات الجديدة ان هي مرقة الخضار دي الوصفات الجديدة علينا والخل. انما كل التكات دي بجد تكاتهم هما. ومعاكي بقى طريقتين ممكن نعملها في الطاسة. انزل بحبة زيت، ادهن الطاسة كلها زيت وازود كده شوية زيت. وانزل بقى ايه بنص الخليط، لان هيتعملوا على مرتين على ان الطاسة دي مش كبيرة قوي. انزل بقى بيهم كده لما الزيت يسخن، واحركها بقى كده في الطاسة واغطيها. انا الصينية دي هي اللي بتيجي على قد الطاسة. وهي بتتحرك اهي، وحروفها احمرت اهي زي ما انتوا شايفين. ابتدي بقى اقلبها ايه على الوش التاني. وادهن برضو الطاسة زيت تاني. تمام. وعلى فكرة انا بدهن الصينية زيت عشان العجة ما تلزقش فيها. الصينية اللي انا بقلب فيها دي برضو بدهنها زيت. نيجي بقى لو عايزة تعمليها في صينية. انا جبت اهو صينية بيتزا ودهنتها زيت ودقيق. يعني خطوة الدقيق دي اختيارية، انا بحب احطها عشان ما تلزقش. ممكن تدهني زيت بس، وبرضو زيت نباتي. وبنزل بقى بالكمية كلها، وبكون مجهزة فرن البوتاجاز اكني هعمل كيك بالظبط. نفس خطوات الكيك هي هي. وانا عاملة قبل كده صينية بيض بالفيجيتار كانت حلوة قوي واقتصادية. وصينية بطاطس برضو اقتصادية هنزلها لكم. وفي وصفة بطاطس بالزيتون والموتزاريلا. هنزل لكم الوصفات دي في صندوق الوصفة، هتعجبكم قوي قوي واقتصادية. يا رب اكون قدرت افيدكم بالمعلومات البسيطة دي والوصفة الهايلة دي، وصفة الزمن الجميل. استودعكم الله واشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.